تعالوا كده مع بعض نشوف ايه هي السيناريوهات المحتمله لبول هيمان في ريسل مانيا، وايه هي افضل طريقه ممكن يعتزل بيها الجريتست اوف اول تايم جون سينا، واخيرا خبر سريع عن الوحش بروك ليزنر. Give me a hell yeah! Acknowledge me. دلوقتي الماتش ده يا رجاله هيبقى جامد جدا وكل حاجه كعداوه وكاداء وشخصيات كلنا بنحبها، ويعني دي حاجه مفيش شك فيها. يعني ده غالبا الماتش ده هيلم جماهير المصارعه كلها حواليه، لان اللي بيكره رومان رينز هتلاقيه بيحب سيس رولينز، واللي بيكره سيس هتلاقيه بيحب رومان، واللي بيكرههم هما الاثنين هتلاقيه بيحب بانك. لكن لو بيكرههم هما الثلاثه فده يروح يتابع تنس بقى ما يعرفناش. والله بجد يعني، والله العظيم بجد يعني، اصل مفيش حاجه كده يعني. لو ما اكيد بتحب حد فيهم اكيد. فالماتش ده هياخد ضجه جامده جدا في ريسل مانيا وهتافات وتشجيع وحماس وكل حاجه، ولكن مازال برضو الماتش ده ملوش هدف. مفيش حاجه بيتخانقوا عليها يا جدعان، مفيش حاجه. عيب قوي لما يبقى عندك اكبر اسماء في الشركه بيدبوا في بعض كده من غير هدف او من غير تطور في الاحداث فيما بعد. فاهمين قصدي؟ اللي هو خلاص مثلا الماتش خلص في ريسل مانيا، فاللي هو خلاص بقى كل واحد كده بيتك يرجع تاني بقى كده مع نفسه والموضوع خلاص انتهى على كده. ده كده هيبقى اسمه عبث، والله العظيم عبث من عبثيات تريبل اتش عم بخه فعلا. فاللي هو لازم يحصل حاجه يا جدعان في الماتش ده، لازم يستغلوا الماتش ده بان هم يطوروا فيه الاحداث بعد ريسل مانيا، بان العروض يعني بعد ريسل مانيا تبقى جامده جدا وفيها قصه حلوه وسيناريوهات حلوه وكل الكلام ده، على عكس السنه اللي فاتت لما كودي رودز فاز وساعتها لقينا الدنيا يعني هاديه خالص ويعني ومفيش اي حاجه والسيناريوهات تعبانه والقصص ميته وكل الكلام ده. فلازم السنه دي بجد يستغلوا الماتش ده احسن استغلال ويعملوا منه تطور في الاحداث بعد ريسل مانيا. طب ازاي ده ممكن يحصل او ممكن يحصل من خلال مين؟ هو مفيش غيره حلال المشاكل وحلال العقد في الاتحاد، الوايز مان بول هيمان. واستنى بس عليا كده، مش عشان الخدمه بتاعت سي ام بانك بس، لا اسمع بس الكلام للاخر وانت هتفهم انا قصدي ايه. بص يا معلم، بول هيمان في ايده يخلي الماتش ده ليه هدف جامد جدا يحمسنا كلنا في ريسل مانيا، وفي ايده ان هو يخلي الاحداث تتطور جامد جدا بعد ريسل مانيا. هتقول لي ازاي بقى؟ هقول لك بص يا معلم، في سيناريوهات محتمله لبول هيمان لو عمل حاجه فيهم هيرفع الماتش والعرض كله رفعه بنت لذينه. اول حاجه وهي الخدمه بتاعت سي ام بانك، ودي حاجه احنا اتكلمنا عنها مليون مره قبل كده ومستنيين نشوف هتحصل ولا لا، واحتمال كبير جدا تحصل على فكره، لان سي ام بانك في عرض الرول اللي فات لمح بان هي ممكن تحصل لما قال انا عاوز احط ايدي على العقد بتاع المباراه عشان اشوف هل العقد ده هيوصلني للي انا عاوزه ولا لا. طب ايه هو اللي سي ام بانك عاوزه؟ سي ام بانك عاوز الحدث الرئيسي لريسل مانيا على لقب الدبليو دبليو اي، ده اللي هو عاوزه وده اللي هو اتكلم عنه في عرض الرول اللي فات. فهنشوف بقى هل سي ام بانك هيشترط على نيك ألدس ان هو يخلي العقد بان اللي يفوز في الماتش ده يتحشر مع كودي رودز وجون سينا، ولا هتكون هي دي الخدمه بتاعت بول هيمان ليه؟ ما هو ممكن على فكره يطلب من نيك ألدس في فقره توقيع العقد، ممكن يطلب منه الحوار ده وتبقى الخدمه بتاعت بول هيمان حاجه تانية خالص، لان نيك ألدس هو مدير سماك داون وهو اللي معاه العقد وهو اللي يقدر يتحكم في العقود وكده يعني. فهنشوف بقى هل ده هيحصل ولا هيطلب من بول هيمان الخدمه دي على طول. فاهمين قصدي؟ هنشوف. فده كده السيناريو اللي انا اتمنى جدا ان هو يحصل. تاني سيناريو بقى واللي ابتدى ينتشر الفتره اللي فاتت دي على السوشيال ميديا بشكل جامد جدا، وهو ان بول هيمان يخون رومان رينز، يديله بقى ضربه تحت الحزام او يديله ضربه بالكرسي على ظهره، يجيب له تروما تفضل عايشه معاه 10 سنين كمان كده لقدام ولا حاجه يعني كده يعني. بس استنى بس كده، بول هيمان لما يخون رومان رينز ساعتها يدينا كلنا ايحاء في الماتش ده ان هو خان رومان رينز لصالح سي ام بانك، ويبقى خلاص رايح يحضن سي ام بانك ويبقى خلاص بيساعد سي ام بانك على الفوز وكل الكلام ده. هوب دبل كيك مره واحده يروح جاي ضارب سي ام بانك هو كمان ضربه تحت الحزام او اي حاجه، ويقف ساعتها مع سيس فريكن رولينز وتنتهي ريسل مانيا على المشهد ده. بول هيمان غدر برومان رينز وسي ام بانك لصالح سيس فريكن رولينز. وارد جدا ان الكلام ده يحصل، كلنا متوقعين ان بول هيمان لو خان رومان رينز هيخونه لصالح سي ام بانك، ولكن اللي مش متوقع ان هو يخون رومان رينز لصالح سيس رولينز اللي هو اكبر اعداء رومان رينز في حياته اصلا واكبر عدو لسي ام بانك في الفتره الحاليه. وساعتها بكده بول هيمان وسيس رولينز هيكونوا قلبوا هيل والاحداث هتتطور وهتبقى جامده جدا جدا بعد ريسل مانيا.
تالت سيناريو بقى، وهو ان الخدمه بتاعت سي ام بانك تكون ان بول هيمن يساعده في الفوز في الماتش ده، فساعتها بول هيمن ما يبقاش موافق ويبقى متردد كده ومش عارف يعمل ايه، واللي هو كده هيبقى تقريبا بيخون رومان رينز. ولكن نكتشف في ريسل مانيا ان برون بريكر مثلا دخل وساعد سي ام بانك وحط على رومان وسيس رولينز وهم يعني مش واخدين بالهم، مغفلهم يعني. ونكتشف في الاخر ان بول هيمن هو اللي عمل كده، وهو اللي دخل برون بريكر وخلاه يساعد سي ام بانك. هتقول لي طب اشمعنى برون بريكر؟ هقول لك لان في الوقت الحالي بول هيمن هو اللي ماسك برون بريكر، هو اللي بيعلمه وهو اللي بيعرفه ازاي يتكلم على المايك وازاي يعمل برومو قوي وكل الكلام ده. والشركه في الوقت الحالي حاطه امال كبيره جدا في برون بريكر، وبول هيمن هو اللي متولي مسؤوليه برون بريكر. فبول هيمن لو خان رومان رينز فبول هيمن ساعتها مش هيبقى مع سي ام بانك، لان اصلا سي ام بانك على فكره مش محتاج بول هيمن ولا بول هيمن محتاج سي ام بانك، هما الاثنين يعني هي علاقتهم كده كويسه جدا ببعض. فانا بالنسبه لي شايف ان بول هيمن لو هيروح مع حد فلازم الحد ده يكون شاب، لازم يروح مع شاب عشان يستفيد من خبراته وبول هيمن يعلم منه، لان بول هيمن لما بيظهر مع اي حد اعرف على طول ان الشخص ده هيبقى واجهه الشركه في يوم من الايام. فالسيناريو ده ممكن يحصل جدا. طيب انا ليه بقول اصلا السيناريو ده؟ بقوله لان سي ام بانك عمال يقول كل شويه محدش فيكم قدر يفوز عليا من غير مساعده من التاني وهكذا، فهو ممكن يكون شايف ان هما الاثنين هيتفقوا عليه في الماتش ده، فساعتها هيبقى محتاج مساعده، فساعتها هيطلب الخدمه من بول هيمن قبل الماتش والخدمه تكون مساعده. بس بول هيمن راجل عجوز ومش هيعرف يعمل اي حاجه، فساعتها يحصل بقى اللي لسه حكي لكم عليه ده. ودي هتبقى افضل طريقه لانتقال بول هيمن من رومان رينز لشخص تاني. بجد انا عن نفسي مش عاوزهم ان هم يعني يبعدوا عن بعض، بجد يعني انا بحب رومان رينز مع بول هيمن جامد جدا، لكن لو ده فعلا هيحصل وهم الاثنين خلاص هينفصلوا عن بعض، لان خلاص يعني يعتبر دلوقتي رومان رينز ما بقاش محتاج بول هيمن معاه زي الاول، لا دلوقتي رومان رينز هو اللي بيتكلم بنفسه على المايك وبيعمل كل حاجه ومفيش بلاد لاين وخلاص رومان رينز بقى فردي خلاص يعني، فاللي هو خلاص يعني مش محتاج بول هيمن معاه ولا بول هيمن يعني مش هيبقى ليه دور جامد معاه يعني. فلو هينفصلوا عن بعض فبجد السيناريو ده هيبقى من افضل السيناريوهات لانتقال بول هيمن من شخص لشخص تاني. بس كده يعني. فلو بول هيمن عمل حاجه من الثلاث حاجات اللي انا لسه قايل لكم عليهم دول فساعتها بول هيمن هيرفع الماتش ده وهيرفع العرض كله وهيرفع العروض اللي بعد ريسل مانيا، هيرفعهم رفعه جامده جدا بجد. لكن لو بول هيمن ما عملش اي حاجه من دول فكده شكرا خلاص صباح الفل، الماتش ده هيفضل ولا ليه اي 30 لازمه في الحياه، لاني ما اعتقدش ان في حاجه اجمد من دول ممكن تحصل يعني، او ممكن يكون فيه ماشي ممكن يكون فيه بس ما اعتقدش ان تريبل اتش ممكن يعملها بجد يعني، ما اعتقدش يعني. احنا بنتكلم في الحاجات البسيطه العاديه يعني، مش الحاجات اللي هي الاختراعات الجامده يعني وكده، هو اصلا ما بيعملش الحاجات العاديه، ما بيعملهاش اساسا يعني. فيعني الواحد خلاص ما بقاش متوقع منه ليفلات عاليه في الحماس وكده، لا هو احنا بنتوقع على قد دماغه المحدوده العبثيه دي بس يعني. فقول لي بقى كده ايه افضل سيناريو بالنسبه لك لبول هيمن حتى لو بره الثلاث سيناريوهات دول، قول لي في الكومنتات. وبس كده. نيجي بقى بعد كده على جون سينا وكودي رودز. بيتقال في الاخبار ان الروك هيدخل في البروموهات، هيتدخل في البروموهات يعني وكده بعد ما العروض ترجع لامريكا من تاني، اللي هو في اول ابريل كده، لان الروك مش فاضي الفضاء اللي يخليه يسافر من امريكا لاوروبا عشان فقره مدتها نص ساعه كده ولا حاجه مثلا يعني، فاللي هو لا يعني. فعشان كده الروك ما بيظهرش دلوقتي في الجوله اللي موجوده في اوروبا، لكن بيقولوا ان هو هيبدا يظهر لما العروض ترجع لامريكا من تاني. فدي كده حاجه. المهم في سؤال مهم كده عاوزين نتكلم عنه، وهو هل جون سينا هيفوز فعلا على كودي رودز في ريسل مانيا ولا كودي رودز هو اللي هيحتفظ باللقب؟ والله يعني هو المفروض يفوز، لان لو ما فازش بعد كل اللي حصل ده فحرفيا التحول ده هيبقى ملوش اي 30 لازمه، وهيبقوا بيموتوا الشخصيه الهيل بتاعت جون سينا من قبل ما تبدا اصلا، اللي هو انا ساعتها هقتنع ازاي بيه كهيل وهو مش عارف يفوز في اول ماتش ليه، يعني اقتنع ازاي بعد كده؟ فانا خايف جدا ان عشان جون سينا عمال يتحدى في الجماهير وعاوز ينتقم من الجماهير والكلام كله موجه للجماهير، وكودي رودز البطل الغمام الخارق السوبرمان هو اللي بيتكلم باسم الجماهير، فانا خايف ريسل مانيا تنتهي بانتصار الجماهير على جون سينا وكودي رودز يقف يرفع الحزام والجماهير تسقف له وتقف وراه وهكذا بقى. بصراحه دي هتبقى حاجه مستفزه جدا يعني، لان تحول جون سينا كده مش هيبقى ليه لازمه، وهو والروك هيبقوا بق على الفاضي بجد يعني، والروك كده يعني مصداقيته هتبقى في الارض. اللي هو السنه اللي فاتت قعد يقول لرومان رينز نفس الكلام وفي الاخر رومان رينز خسر عادي، السنه دي نفس الكلام مع جون سينا، لو جون سينا خسر فبجد الروك كده هيبقى ولا اي حاجه بجد، مش هيبقى صخره، هيبقى حته نكره كلامه ملوش لازمه بجد، انا بكلمكم بجد والله. فلازم جون سينا يفوز، لازم. انا ما عنديش مشكله خالص ان جون سينا يفوز اول مره وبعد كده يخسر اللقب تاني لكودي رودز، ما عنديش مشكله والله العظيم ما عندي مشكله، بس لازم اول ماتش ليه بالشخصيه الجديده لازم يفوز بيه، لازم يعني، ده شيء بديهي يا جدعان. بس هو للاسف لحد دلوقتي التوقعات رايحه اكتر لكودي رودز، يعني كودي رودز هو اللي
ممكن يفوز في الماتش ده اكتر من جون سينا، هو اللي اقرب للفوز من جون سينا. لكن بجد انا عن نفسي شايف ان افضل طريقه جون سينا يعتزل بيها ويعني تبقى نهايه مشرفه جدا لمسيرته المهنيه وكل الكلام ده، بان هو يفوز باللقب ده في ريسل مانيا ويرجع الحزام اللي كان بيلف اللي هو كان مضايق الجماهير ده، ويقعد بيه لحد اخر السنه وياخده ويعتزل، وبعد كده بقى يبقوا يجيبوا الحزام ده تاني ويعملوا عليه تصفيات ونشوف بقى بطل جديد. فده بصراحه هيبقى افضل تكريم لمسيره جون سينا بان هو يعتزل وهو بطل. يعني انا كان نفسي الاندرتيكر مسيرته تنتهي بشكل افضل من اللي انتهت عليه، بس يعني للاسف النهايه كانت عاديه جدا. فانا اتمنى ان هم يعوضوا الكلام ده مع جون سينا. فانا بصراحه رايي الشخصي اتمنى ان جون سينا يفوز في ريسل مانيا، ولكن توقعي بقى لسه هنتكلم عنه قدام شويه لما نشوف سي ام بانك هينضم فعلا للماتش ده ولا لا. بس كده. ولكن كل اللي انا عاوز اقوله هنا في الحته دي ان مسيره جون سينا لازم تنتهي نهايه جامده، واجمد نهايه انا شايفها له بصراحه بان هو يعتزل وهو بطل. التشامب از هير، وهيفضل طول عمره التشامب، لان جون سينا مش زي اي حد في الاتحاد خالص. جون سينا اكتر واحد فايز بالقاب عالم في التاريخ، يعني طبعا مع ريك فلير يعني، بس مفيش حد وصل للمكانه بتاعت جون سينا. بس كده. اخر حاجه بقى وهي بخصوص الوحش بروك ليزنر. بروك ليزنر يا رجاله كان في مطعم تقريبا كده يعني، وفي حد من الناس ساله وقال له مش ناوي ترجع للدبليو دبليو اي بقى ولا ايه الدنيا؟ فبروك ليزنر رد عليه وقال له هنشوف. فكلمه هنشوف دي بقى قلبت السوشيال ميديا قلبه جامد جدا، لان هي ادت امل للناس بان بروك ليزنر ممكن يرجع، او ان بروك ليزنر موقفه مثلا في القضيه بيتحسن وكده يعني. بس يعني فعموما ده اللي حصل. ولكن بلاش نتعشم قوي يعني بقى، يعني بلاش نتعشم. لا يعني خدنا ايه من العشم؟ خدنا على قفانا حرفيا كده على طول يعني، اللي هو ما تتعشمش عشان القفا ما يعلمش. المقوله دي يعني صح جدا بجد. فبلاش نتعشم يعني، عشان هو برده ما اكدش على حاجه يعني، هو قال بس هنشوف، فهو ما اكدش اي حاجه. فانا عن نفسي ما اتعشمتش عشان عارف ان الموضوع لسه برضه بعيد جدا يعني. ولكن انا زي ما قلت لكم لو في اي معلومه سواء كبيره او صغيره عن بروك ليزنر فهطلع اقولها لكم على طول لحد لما نشوف هيحصل ايه الفتره الجايه مع الوحش بروك ليزنر. وبس كده يا معلم، هي دي معظم الاخبار والتوقعات اللي حصلت الفتره اللي فاتت دي كلها. ولكن قبل ما نقفل احب اشكر وارد على اخويا وحبيبي الاستاذ علي شاهين من البحرين، وبقول لك اول حاجه بخصوص الحته اللي انت بتقول فيها ان بول هيمان ممكن يساعد سي ام بانك في الفوز بس مش عارف هيساعده ازاي. فانا بقول لك بقى تفتكر السيناريو بتاع برون بريكر ده ممكن يحصل فعلا ولا ايه الدنيا؟ تفتكر ولا يعني يبقى قول لي رايك يعني. اما بقى بالنسبه للجماهير ففعلا المقارنه صعبه جدا، صعبه، بس اعتقد اولهم جماهير فرنسا وبعد كده جماهير ايطاليا وبعدين جماهير بلجيكا اعتقد يعني. اما باقي الكومنت فانا متفق معاك فيه جدا، ونفسي مونتس فورد ياخد فرصه فرديه بجد، الواد ده يستحقها جدا يعني. اما بقى اخويا هشام فبقول لك سؤالك حلو جدا بجد، واجابتي هي ان سي ام بانك طول عمره كان قصده على الحدث الرئيسي لريسل مانيا على لقب، مش اللي هو حاف كده، لا على لقب، مش ماتش بلا هدف كده وخلاص يعني، لا هي دي بس الفكره. فسيس منعه من ان هو يفوز بالحاجه اللي هتوصله للحدث الرئيسي اللي فيها اللقب بس كده يعني. اما بقى اخويا هلال فبقول لك وارد جدا ان هو يقلب على رومان وينضم لسيس، وانا اتكلمت في الحته دي من شويه وعندك حق فيها جدا يعني. اما بقى اخويا فيصل فبقول لك لو جون سينا فاز وخد اللقب واعتزل بيه هيعملوا تصفيات من اول وجديد على الحزام اللي موجود دلوقتي ده يعني. بس يعني انا زيك والله العظيم، انا حاسس يعني ان توقعك ده هيحصل، حاسس مش عارف ليه، بس يعني خلينا نستنى ونشوف سي ام بانك هيتضاف فعلا ليهم ولا لا. اما بقى اخويا عبد المجيد من السعوديه فبقول لك قول لي بقى كده، هي فين العداوه اللي بين جون سينا وكود رودز اللي هتخرب دي؟ هي فين؟ هو في عداوه اصلا؟ هو حد حاسس ان في عداوه بينهم هما الاثنين اساسا؟ ما حدش حاسس بالعداوه دي خالص، بل بالعكس ده لو سي ام بانك دخل معاهم صدقني هتحس بالعداوه دي جامد جدا. لكن دلوقتي ما حدش حاسس ان العداوه بين كودي رودز وجون سينا، لا معظمنا حاسس ان العداوه اصلا بين جون سينا والجماهير. فلا يعني انا مختلف معاك بصراحه في الحته دي. اما بقى اخويا علي رضا فبقول لك لا مش اكيد ان هو هيبقى حدث رئيسي، لا لسه يعني، ولكن هو وارد يعني احتمال بس لسه مش اكيد. رومان رينز وسيس رولينز وسي ام بانك دول يعني صعب ان هم ما يبقوش حدث رئيسي، صعب جدا يعني. اما بقى اخويا يوسف بيسو فبقول لك لا يا اسطى، بروك ليزنر بعيد كل البعد دلوقتي عن اللي هيحصل في ريسل مانيا. بروك ليزنر لو رجع فمش هيبقى في ريسل مانيا نهائي. وعاوز اقول لك عادي رومان رينز ممكن يخسر سنتين ورا بعض في ريسل مانيا عادي جدا، ما فيهاش اي مشكله طالما خسارته هتخدم السيناريو فعادي. ويبقى سلم لي على محمد سمير برضو يعني، تسلموا جدا والله العظيم يا رجاله بجد يعني. اما بقى اخويا اشرف من المغرب فبقول لك كلامك مقنع، واكتر حاجه اقنعتني في كلامك هي الحته بتاعت دبليو دبليو اي 2K، بس انا للاسف مختلف معاك في الحته دي، لان سي ام
بانك حاليا بياخد ردة فعل قويه جدا من الجماهير، والظلم اللي بيحصل عليه معزز مكانته كفيس اكتر، فاهم قصدي؟ فصعب ان سي ام بانك يتحول لهيل بصراحه، صعب. فانت كلامك مقنع بالنسبه لي جدا وكل حاجه، بس انا مش حاسس ان هو هيحصل، ومش شايف خالص ان رومان رينز هو اللي هيفوز، لان رومان رينز هتفضل عقدته موجوده مع سيس رولينز طول الوقت، ومش هتنتهي غير في ماتش فردي، ده لو لعبوا مع بعض اصلا يعني. بس يعني كلها اسبوعين ونشوف. اما بقى اخويا تشاكي من السعوديه، الاسم حلو جدا على فكره، فبقول لك والله انا زيك جدا ونفسي ده يحصل يعني، وان شاء الله باذن الله هيحصل يعني ان شاء الله. اما بقى ريس المنيا هتبقى امتى هجريا، فهقول لك بعد رمضان عشان لسه مش معروف رمضان هيبقى 29 يوم ولا 30 يوم يعني، لسه مش معروف، بس يعني ممكن يبقى غالبا يوم 18 و19 شوال او 20 شوال في الرينج ده يعني، في الثلاث ايام دول كده يعني. اما بقى ريمستيريو فبقول لك يعني ما اعتقدش ان هي ممكن تحصل، لان ما حدش مهتم قوي، مش مطلب جماهيري زي جون سينا يعني وكده. اما بقى اخويا محمد من السعوديه فبقول لك خلاص العداوه انتهت في سرفايفر سيريس وفي اول عرض رو كمان يعني، وخلاص كده. اما تونجا لوا فهو مصاب، اما جيمي اوسو فهو دلوقتي بيحاول ياخد فرصه فرديه زي اخوه جي يعني، بيحاول يبقى حاجه لوحده يعني. اما بقى اخويا مالك من السعوديه فبقول لك انت محبين سي ام بانك وسيس رولينز لو شافوا الكومنت بتاعك ده مش هيحلوك، اسالني انا والله العظيم بجد يعني. ده انا بس اول ما بقول اي حاجه حلوه عن رومان رينز بلاقي العالم كله بيتكلم عليا، اللي هو انت بتطبل لرومان رينز، لا ده كودي رودز عمك، لا ده مش عارف ايه وهكذا بقى. بس برضه هي كلمه واحده بس اللي هقولها، اننا لا نخشى الا الله، بس كده، واللي عاوز يقول حاجه يقولها يعني. اما بقى اخويا سعيد فبقول لك حصل جدا، كودي رودز لديكم لا خوف عليكم، وربنا يسترها عشان دي بجد يعني فرصه مش هتتعوض لجون سينا بالشخصيه الهيل. واخيرا بشكر اخويا سعود من السعوديه، وانا اللي بقول لك شكرا جدا ليك والله يا حبيبي يعني، انت واخويا مجود تقريبا من السعوديه يعني، مش عارف نطقت الاسم صح ولا لا، بس يعني انا بجد بشكرك جدا، ويعني تسلموا يا رجاله والله العظيم على راسي يعني. وبس كده يا معلم، قول لي بقى في الكومنتات تفتكر فعلا بول هيمن ممكن يعمل حاجه قويه في ريس المنيا ولا لا، ولو هيعمل تفتكر ممكن يعمل ايه؟ مستني بقى اعرف رايكم في الكومنتات، وما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده يا معلم، خلص الكلام.